تخيل معايا يا عبقري إنك شقيت وتعبت وعملت شركة ناجحة وبتجيب أرباح كتير قوي، وكل يوم بتكبر، والناس كلها بتتكلم عنها، وفجأة بدون أي مقدمات تبيع الشركة دي لشركة تانية أصلا وتتخلى عنها كده بسرعة. المنطق هيقول ليه؟ مفيش حد بيبيع الفرخة اللي بتبيع الدهب. لكن يا عبقري في عالم البيزنس المنطق ده ملهوش أي وجود. الاستحواذات والبيع مش دايما بسبب الفشل، لكن في شركات بتتباع وهي في عز مجدها عادي، فمش لازم. طب يا ترى ايه السر؟ في الفيديو ده هنكشف سر صفقات المليارات. ازيك يا عبقري؟ السبب المفاجئ ليك هو استراتيجية الخروج، exit strategy. هو المؤسس بتاع الشركة إنسان بيبقى مر بضغوطات وحاجات كتير علشان يوقف الشركة على رجلها. المؤسس بيبقى قدامه خيارين هما اللي هيختارهم. الاختيار الأول هو إنه ينافس في السوق، ممكن يبقى فيه منافسين أكبر منه ويبتلعوه علشان ياخد كاشات بمليارات يأمن مستقبله ومستقبل عيلته لسنين كتير قدام. ممكن ياخد الفلوس دي أصلا ويبدأ بيها فكرة تانية زي ما عمل إيلون ماسك لما باع باي بال، عمل سبيس إكس واستثمر في تسلا. في سبب تاني أنا بسميه لو مش هتعرف تهزمهم اشتريهم. تعال نبص من ناحية الشركات العملاقة، شركات اللي هي متأسسة من زمان. أول ما بتلاقي شركة لسه طالعة وطلعت بسرعة الصاروخ وهتلاقي إن هي بتهددهم، بيبقى قدامهم خيارين وما بيطلعش منهم. يا إما يروحوا معاهم منافسة شرسة جدا، يا إما يروحوا يشتروا الشركات دي زي ما شركة ميتا عملت، اشترت انستجرام بمليار في سنة 2012، وده كان رقم ساعتها ضخم جدا. وبعديها بسنتين سنة 2014 اشترت واتساب بقيمة 19 مليار دولار. في سبب تالت بقى يا عبقري هو ضغط المستثمرين على مؤسسين الشركات. الشركات الضخمة أو معظم الشركات ما بتبقاش لشخص واحد، بيبقى فيها مستثمرين دفعوا ملايين في الشركة دي، والمستثمرين دول عايزين يربحوا ويروحوا. ولو الشركة ما جابتش فلوس، المستثمرين هيضغطوا على الإدارة والسي او علشان ياخدوا فلوسهم. هما عايزين يربحوا ويروحوا، فالإدارة بيقرروا إن هما يبيعوا الشركة ويقسموا الأرباح دي عليهم كلهم، وكلهم يكونوا كسبوا. وبس كده يا عبقري، متنساش تابعني وخليك فهمان. سلام.